بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. أحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، نلتقي بشيخنا الجليل الشيخ حسن بعد انقطاع سنوات طويلة جدا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك الكل في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت في ذلك العهد يشهد له بالخلق الحسن والاعتناء بالعقيدة والمنهج، وكان حفظه الله حقيقة نقولها إلى اليوم يذكرونها الإخوان كلهم بأن البشاشة والابتسامة وتجميع الإخوان وتجميع الطلاب حوله لم يكن له نظير في تلك السنوات الجامعة الإسلامية، خاصة أيام فتنة جهيمان وما بعده، فله فضل علينا جميعا. وأحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع بعد هذا الانقطاع الطويل، وكذلك اللقاء بشيخنا الشيخ محمد سعيد رسلان الله يحفظه. وهذا أول لقاء ولكن سمعنا به كثيرا وسمعنا عنه خيرا عظيما، نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله من الدعاة الهداة الذين يهتدى بهم في هذه البلاد. والحقيقة اليوم الدعوة إلى هذا المنهج قليل جدا، لا شك أهله قليل وأتباعه قليل، على الرغم من أن المنهج في غاية من الوضوح. النصوص الشرعية كلها تؤكد ما ذكره شيخنا الآن، أنه عندنا منهج واضح جدا. لماذا الناس يحيدون عنه؟ لا شك يستغرب الإنسان، ولكن هذه هي الفتنة، وهكذا الأهواء تفعل بأصحابها. فالأصل في دين الله عز وجل بعد الكتاب والسنة ما ثبت عن الصحابة، منهج الصحابة، طريقة الصحابة، فهم الصحابة، تطبيق الصحابة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أقول على الرغم من هذا الوضوح إلا أن المخالفون كثر ومناهجهم كثيرة وسبلهم كثيرة، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، العقائد أولا والعبادات ثانيا، ثم الأخلاق والمعاملات والسلوك، تحقيق مثلية الصحابة، هذه أمور ينبغي أن نعتني بها كثيرا. وهذا المنهج الذي يدعى إليه سواء شيخنا الشيخ حسن والشيخ رسلان الله يحفظهم وينفع بهم ويمتع بهم، الدعوة إلى هذا المنهج العتيق والمنهج القديم هو الأصل في دين الله. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في جهودهم وعقبهم وأولادهم وأعمالهم وعلمهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا عليه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. فاليوم يمتعنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن حفظه الله في هذه المشاركة، وغدا نسمع وإياكم إلى كلمات عظيمة ونصائح غالية من أخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله تعالى. ثم في اليوم الثالث من الملتقى يتكرم علينا وعليكم جميعا الشيخ الفاضل والأستاذ الدكتور محمد بن سعيد رسلان من مصر العزيزة. ثم وفي آخر أيام ملتقانا نسعد وإياكم بأخينا الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرزاق ابن شيخي وأستاذي الفاضل عبد المحسن العباد، فجزاهم الله عني وعنكم جميعا كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.